بصوا بقى الفيديو ده انا مستغرباه، يعني انا مش عارفه يعني هو المفروض مين يقوم بدور مين. يعني المفروض الرجاله بتعمل كده والستات بقى بتنظف، هم عندهم العكس، الستات بتعمل كده والرجاله هي اللي بتنظف. يعني انتوا متخيلين الموقف؟ ايه انت بتعملي كده ليه يا حبيبتي؟ في ايه؟ ايه بتنزلوا ايه من شعركم؟ امم بصوا بقى، يعني الراجل جه هيتصدم جاي من الشغل، بيتخانقوا بقى مين اللي ينظف، فهو يقول لي انا هكبر دماغي بقى وهعمل انا. هيقول لهم بقى لا ما تتخانقوش، انا اللي هعمل. وهو اللي هيعمل فعلا. يعني انتوا متخيلين ان هو بصوا يعني لسه راجع من الشغل بقى وهو اللي هينظف؟ والله العظيم راجل محترم. انتوا عارفين ده لو عندنا كان الناس دفوه، يعني فاهمين؟ كان الناس دفوه، مع ان دي مش حاجه عيب ولا حرام، لان سيدنا محمد كان بيساعد اهل بيته في البيت. لكن هما بقى عندنا مفيش الكلام ده. بس بقى بيعمل لهم اكل، اي نعم هما بيبقوا معفنين وبيعملوا الاكل بالحاجه بتاعتهم، الحاجه اللي فيه، بس مش مشكله، يعني مش مشكلتنا يعني. المهم ان هو راجل اصيل ومحترم ومتربي 30 مره. اه والله. بيعمل لهم ايه مشوي ده؟ ايه ده؟ بانيه ده ولا ايه؟ الاجهزه عندهم بصوا بقى، بصوا طلع الجهاز عامل ازاي، بيحط سمسم تاني. ده سمسم؟ ده انا مش عارفه ده ايه. بيطلعوا بقى. صدقوا ان انا نفسي ادوق اكلهم قوي، بجد نفسي ادوق اكلهم قوي. والله انت شكلك راجل محترم، والله متربي 30 مره. عمل لهم الاكل، هو هيروح ينادلهم. بصوا هو اللي قام وعمل، وهو اللي هيغسل المواعين كمان يعني. ده الاكل بحاله، امال انتوا كلتوا ايه؟ هيلبس بقى جوانتي ويقف ايه يغسل المواعين. فانا قلت لكم ان ده راجل محترم ولا مش محترم؟ ده راجل محترم 30 مره. اغسل يا حبيبي اغسل، والله جايين عليك، جايين عليه الناس. خلص بقى. تعمل ايه؟ بيغسل البوتاجاز كمان يعني ده الستات ما بتعملش كده. طب والله الستات ما بتعمل كده. بس هو خلص بقى، عمل لهم اكل وخلص المواعين وعمل كل حاجه ونظف المطبخ وبينظف البيت تاني، وبيعمل له بيلمع لهم كاوتشاتهم. انتوا كنتوا منايلينه ايه يعني؟ ايه اللي في الكوتشي ده؟ مش انا قلت لكم ده راجل محترم ومتربي، ابن ناس والله. يا رب راجل من ده في حياتنا كده يعني. بس بقى بيلموا وراهم، امال فين الحاجات اللي كانت في الارض؟ الوزة دي في كل بيت مصري، يعني في كل بيت مصري، في كل بيت عندهم. بصوا بيغسل كمان. طب تنشروا فين بقى؟ يعني انا السؤال ده مجنني. بصوا الحنفية، ما شاء الله، ما شاء الله. حط بتاع بقى، بصوا بتنضف الهدوم وبتعصرها اهو. بينشروا هنا، بس ده بينشر شرابات بس. راجل، لا راجل منظم، راجل نظيف، راجل نظيف ومتربي 30 مرة. معلش. انت ماشي، ماشي هصدقك، حاضر هصدقه. ماشي، خلينا معاكم. صبحي ينظف القعدة، يعني امال هما بيعملوا ايه؟ يعني انا نفسي افهم، بس الاتنين اللي معاك دول بيعملوا ايه؟ يعني تقريبا مامته ومراته، او مراته ومامتها. عايزه اعرف البتاع ده بيعمل ايه، يعني انا مش حاساه بيعمل اي حاجه. البتاع ده شفته عند حد هنا عندنا، بس ما حسيتوش ان هو بيعمل اي حاجه. يعني انا ما شفتش اي رياكشن منه، ما شفتش اي حاجه. واحد يا جماعه تعبان تعب. الحمد لله. بيلم اكسسواراتهم كمان يا عم، والمصحف انت ما فيش زيك. بصوا بينظم لهم حاجاتهم. انا محتاجه الراجل ده في حياتي، انا محتاجاك جدا والله العظيم، محتاجاك جدا. بيرتب لهم هدومهم. بصوا المنظمات بتاعه الهدوم عندهم عامله ازاي جميله. بصوا بقى بيشفط الحاجه عشان ما تاخدش مكان. الله، ما شاء الله والله. البتاعه دي جامده، بتاعه الوبر، او بتلم الحاجات من على السرير، من المفرش. بصوا بقى هيجي هيشيلها، شوفوا بقى هيبقى فيها ايه. بصوا، تحفه، تحفه بجد. بيلم اكلهم كمان. ده راجل محترم، ده راجل محترم متربي.
ده عندنا بقى لو حد شاف ان هو بيعمل كل ده مش هيسكتوا هيقولوا ده انت مش راجل، هيقولوا هو عليه مش راجل يعني، معنى اصح. بس هو والله ده راجل جدا يعني، راجل محترم ومتربي كتير وبيمسح البيت كمان. حلو الجردل الشرشوبة ده. البيوت عندهم يعني ما شاء الله بتبقى واسعة، يعني بتبقى واسعة جدا، ودي حاجة حلوة. بصوا المايه مطلعة ايه، ما ان ما يبانش والله. يا